أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا الماضي اللي فات، الحلقة الثانية مع الكابتن علي الأسود. توقفنا 54-55 من قائد نادي الأهلي حمود الجلالي وحسن الأمير. هذه الفترة كابتن تعتبر فترة انتقالية للنادي الأهلي مهمة جدا جدا. استردنا هذا التاريخ العريق للنادي الأهلي من ذكرياتك الجميلة. بالتأكيد كما قلنا تاريخ النادي الأهلي يعني مهما تتحدث عنه يعني تحتاج للكثير، يعني تحتاج لمجلدات مش لحلقات، لأن تاريخ ومسيرة بتاع 75 سنة ليس بالسهل. ما شيء بالسهل. طبعا في 55 لما جاء السيد طيب الذكر السيد حمود الجلالي بدأت مرحلة جديدة مع نادي الأهلي، وللأمانة يعني شاهدت المرحلة يعني من بداية 55 أصبح هناك أشياء جديدة في نادي الأهلي. يكفي أنه هو استطاعت نقول احنا المجلس الإدارة كله على رأسهم السيد حمود الجلالي رحمه الله، الله يرحمه بالسلام، أنه هو يقوم بدعوة بعض الفرق من خارج ليبيا للتباري مع فريق نادي الأهلي، وخلينا نتكلم عليها بأكثر. لكن أعطيني لحظة كابتن علي. حمود الجلالي ما كانش رياضي، هو ما لعبش كورة يعني في لا معناها من الأول كان شخصية قيادية إدارية. كان شخصية محب شخص قيادي يعني للرياضة، وكان رجل يعني عمال. شخص لسه لا ما زال في بداياته. كان يشتغل في ذلك الوقت في الضرائب يعني. وهذه تخلينا نقول ان حتى بعض الناس كانوا يربطوا في الامر بان اليهود يجوا يخلصوا في الضرائب. كانت علاقه حمود. انا سالت السؤال هذا لشخصيه كبيره في الوسط الرياضي وليس من النادي الاهلي، وشخصيه معتبره رياضيه. قال لي كل الناس كانوا يمشوا للضرائب، اليونانيين، الإيطاليين، الإنجليز، العرب، كلها تمشي ماليش علاقة بالكلام هذا ولا بالنادي الأهلي. طبعا مرحلة بدت فيها النادي الأهلي ينعرف على الأقل، نقول احنا على المستوى على الأقل دول الجوار يعني. في 55 دعوة كانت لنادي الترجي التونسي، النادي الكبير، جاي يلعب في الميدان البلدي مع نادي الأهلي، وهذه تعتبر أول مباراة دولية ودية لنادي الأهلي في الملعب البلدي. في الملعب البلدي طبعا كان هو الملعب البلدي هو الملعب الوحيد ذاك الوقت، الوحيد اللي هو كان ملعب يعني ملعب الاشغال. شنو كان ملعب مشهور؟ ملعب الاشغال هلبة كان ملعب الاشغال العامه، هذا الفريق اللي اسمه الاشغال العامه. لكن ملعب الاشغال هلبة مشهور، هلبة اللي قدم كلهم يعرفوه. كان هو المكان اكثر كانت تقام فيه المباريات، كانت التمرينات يا اخي. كان مصباح راي الفتره اللي حقت حتى عليها يعني. كان الفريقين ياخذوا في ملعب واحد، كل واحد نص ملعب. يتمرنوا نص ملعب. تصور ضل فريق هنايا وفريق هنايا. ما فيش ملعب ذاك الوقت. كان فريق نتاع النقل البري حتى هو نتاع يعني. والبلدي طبعا ملعب رسمي في 31 تقريبا، في 1931 بدأ التنفيذ نتاعها. شركه مالطيه نفذتها طبعا. الايطاليين هم اللي ولي طرابلس هذاك الوقت هو اللي أعطيه الإذن بأنه يديروا ملعب. وطبعا في 33 تقريبا تم افتتاحها. والحلبة اللي كانت فصلة متاع الدراجات ما كانش فيه حتى في شمال أفريقيا يعني. ربما أول حلبة للدراجات كانت معلم من معالم طرابلس بالضبط. المهم في 55 بدت قلت لك الفرق جاي الفريق الترجي لعب مع النادي الأهلي، فريق الأهلي، والفريق الأهلي استطاع الفوز بنتيجة 4-2 لم تخن الذاكرة. وبعدها ب10 أيام باش نشوف 55 بعدها ب10 أيام تقريبا لعب أيضا الأهلي مع نادي الرياضي الصفاقسي وفاز عليه الأهلي ب4-1. شوف يعني بدايات الأهلي مع الفرق التونسية، والفرق التونسية كبيرة مش حتى تقول انت، كانت قوية عريقة. كانت قوية جدا يعني، ولعب معاهم. وأيضا نقول لك كانت ميزة حلوة في واستمرت حتى الستينات يعني، الأول السبعينات، وبعدين اختفت الظاهرة دي. كانت الأندية مثلا نقولوا الأهلي جاب فريق، نقولوا جاب الترجي بيلعب مبارتين
دائما كانت النظرة أيضا مكانة الفريق الثاني اللي بيلعب معاه، وأيضا نظرة شوية مادية، يعني لما من داخل الجمهور، لما داخل الجمهور، يعني كم مرة تصير في مباراة الاتحاد يجيب فريق يلعب الأهلي معاه الاتحاد، الأهلي يجيب فريق يلعب معاه الاتحاد، المدينة والأهلي، المدينة والاتحاد، يعني لأن هذا عندهم جمهور أكثر، وكانت دخولية فيها. ال 55 أيضا نقولوا احنا كانت قلنا كرة القدم فقط يعني، نعم، لكن بدت فيه ألعاب أخرى، في الدراجات بدت في شوية في نادي الأهلي، فريق للملاكمة، فريق لألعاب القوة، فريق لكرة الطاولة، كان أبرز من لعبوا فيه وفازوا حتى ببطولة طرابلس اللي هو الأستاذ حسن الأمير الله يرحمه وعبد الرحمن بورقيبة. كانت نظموا بطولة طرابلس، نظمها النادي الإيطالي، كان يقول الشركة الإيطاليا، كان جنب الغزالة، جنب سينما الغزالة، كانت بطولة وفازوا بها الزوجي، بطولة طرابلس فازوا بها الزوجي، وهذا كله موثق بالصور متاعها في الصحف. ايضا قلت لك الالعاب الاخرى كيف بدت السله ما زال يعني حتى هي طلعت بوادر السله، يعني في الخمسينات، بعد النص الاول من الخمسينات بتزدهر شويه ليبيا في الالعاب الفرديه والالعاب الاخرى يعني. يعني نقول لك بدت يعني عندي هذه هي الالعاب اللي كانت كيف بارزه وكيف طالعه يعني بشوي شويه. النادي الاهلي بدا بالالعاب الامانه، الالعاب هذه في ال 56 كانت أول رحلة خارجية يقوم بها النادي الأهلي، وكانت لمالطا، كانت بدعوة من مالطا أنه يشارك في دورة ودية فيها فريق الحمرون المالطي وفريق أو منتخب الهواة مالطا، وأنت طبعا مالطا ما شاء الله لعبت فيها. المهم الفريق المشهور بتاعهم فليتا، بالضبط فليتا، كلهم كانوا يجوا المسين اسمهم سليمة والفليتا، كان دائما مشاركات بين ليبيا ومالطا، فلوريانا. المهم كانوا ما شاء الله، يعني كان يقول لك الفرق المالطية كانت في الفترة الخمسينات والستينات كانت بشكل حتى على مستوى منتخب كانت بشكل تقول انت كبير، يجوا كل الفرق. المهم ان سافروا لمالطا، لعبوا المباراة الأولى ضد الفريق الحمرون، تعادلوا 0-0. بعدها بيوم واحد في آخر السنة، كانت في 56 في آخر شهر، في شهر 12 في 56. بعدها لعبوا راحة يوم واحد، بعدها مثلا لعبوا 15 يوم 17 لعبوا 12 لعبوا مع فريق المنتخب هذا هو مالطا، فازوا عليه ب2-0، سجلهم الله يرحمه مصفر الرقيعي الله يرحمه 2-0، واخذوا الكاس المخصصة بطولة. طبعا بعد ما روحوا من الكاس كان يعني نقولوا احنا البروتوكول لزام عليهم ان هم حملوا هذا الكاس ورفعوا زاروا المقر الهيئة العليا للرياضة، ورفعوا الكاس معاهم وصوروا به مع بعض مع رئيس الهيئة. يا كابتن علي، بذكرك للهيئة العليا، شين كان دورها الهيئة العليا في الرياضة كل وقت ومن لازمات الانديه مثال على سبيل المثال، ازمه نادي الاهلي مثال، هل كان لها دور؟ لا كلامك خليني اقول لك على حاجه. الهيئه لها يعني الامانه كان لها دور كبير، على الاقل نظمت النشاط الرياضي، دارت لوائح لائحه تعتمد اللجنه لكره القدم، فهمت كيف؟ يعني نقولوا احنا زي كان اتحاد فرعي. ما ساهمتش اللجنه العليا الهيئه العليا ما ساهمتش في حل الازمه بتاع النادي الاهلي. ما هنا انت السؤال اللي يطرح نفسه ايضا انك انت ما جيتش انت كان يعني حلت المشكله، كان القرار اللي اتخذوه مصباح الهيئه بتاع اداره النادي بحل بقفل نادي الاهلي، ما وصلتش الرساله للهيئه العليا. تمام. يعني ما عندهمش علم انه بيتسكر، لو يعني وصلتهم الرساله بالتاكيد كانوا حيلعبوا دور، على اساس انك انت شنو هي الاسباب، تقول لهم ازمه ماديه، ازمه كذا، كان ممكن يديروا يساعدوا بحيث انه ما يخسروش نادي، لان تقريبا الاهلي كان ثالث نادي ربما تاسس في طرابلس، يعني فهمت كيف؟ ولهذا ما وصلتهمش الكلام. في 56 قلت لك لعبوا بتاع مالطا، ايضا لعبوا مع نادي بعد رجوع طرابلس، ايضا لعبوا مع النادي الافريقي التونسي، ونفس الشيء فاز الاهلي عليه 2-1. يعني الاهلي خلال فتره هذه القريبه الخمسينات والصفاقسي والافريقي، الفرق الكبيره التونسيه كلها حقق عليها الفوز.
في 57 مصباح يعني في هي هلبة أشياء يعني نقول لك محطات يجب التوقف عندها وتكلم عليها، أهم محطات يعني، لكن احنا نبغى نعطوا على الأقل فلاشات أهم محطات، لأن احنا أهم مرحلة كانت المشاركات، لأن أهم مرحلة كانت تهمنا هي مرحلة التأسيس والكلام اللي قالوا والإشاعات واللي من أسس، هذه أهم شيء بالضبط، والإشاعات اللي كانت والمشاركة بالضبط. لكن في 57 طبعا كانت في مسابقة يقولوا لها الدورة الاختصارية أو إنها مسابقة كأس الوالي، يسمى كأس الوالي، كأنها كأس يعني تلعب مباراة تخسر تطلع مع ما يعني المهم دوري كأس يعني أي دوري كأس يعني فهمت. 57 الأهلي 57 تقريبا 58 بالضبط فاز تحصل الأهلي على هذه أول بطولة رسمية في مسابقة رسمية نقولوا فيها، فاز بها الأهلي في على مستوى طرابلس يعني أول كاس تخش خزائن النادي الأهلي في كرة القدم 57 58 تقريبا هي دي اللي تم فيها الكاس. أيضا لازم يعرفوا الناس أن وحتى الجهة الأهلي الانتخابات ما كانش تقول انت كل 3 سنين وكل 4 سنين، لا كانت كل سنة كل سنة في انتخابات. والجميل في الاشياء هذه مصباح يعني قد يكون عكس ما يحدث الآن. كان تعرف من اللي يشرف على الانتخابات رؤساء الأندية الثانية، يعني انتخاب مثلا لنادي الأهلي يجي رئيس نادي المدينة ورئيس نادي الاتحاد ورئيس نادي ما تنقول له ميزران ورئيس الوحدة اللي هو كانوا هم اللي يجوا يشرفوا عليه عملية الانتخاب. يعني الأندية كانت أسرة رياضية مع بعضها بالضبط. وكان أيضا في أي نادي، لأن نفرض في نادي المدينة يمشي نادي الأهلي يمشي النادي يعني الثانية، يخش لي نادي بصدر رحب هي اللي تشرف على وأيضا يعني الرئيس يعني في الأغلب الانتخابات اللي كانت تصير هذه السنوية ما كانوش يختاروا الرئيس، ما كانش انك انت اعلى الاصوات حصلها مثلا نقول احنا محمد الكلالي ولا حد انه هو يقعد رئيس، لا الهيئه هي اللي تجتمع وتختار الرئيس، تختار الرئيس وتختار السكرتير وتختار نظم الامور بتاعها، نظم الامور بتاعها. يعني لما يختار واحد ما يختاروش شخصيه مؤثره او عنده مثال سلطه او عنده يعني جاه او شخص يملك مال يعني. لا خليني نقول لك انت تعرف الفترات هذيك الخمسينات وحتى يعني الأندية اغلبها ناس وطنيين محب لكرة يعني القدم، ما عندهمش نقول احنا اللعب من تحت الطاولة وعندهم الكلمة كلمة وعندهم الاجتماع اجتماع وعندهم الصدق وعندهم النظر لتطور الكرة. نقول لك عليها حالة يعني كانوا يخدموا من أجل الرياضة من أجل كرة القدم بالضبط. كانوا يخدموا من أجل الرياضة ومن أجل تطوير نقول احنا الرياضة ككل يعني هدفهم كان هدف سامي ما عندهمش وأيضا حتى ما كانش تقول أنت نحن نقولوا نفوذ والله حاجة أن عندنا نفوذ يكون رئيس نادي ولا يكون بالحكمة وباللوائح أيوة يعني كان ناس بدليل أن هذه لما ناخذ نادي زي نادي الأهلي نموذج تشوف الناس اللي مسكاتها ما شاء الله يعني رؤساء كلهم لهم كانتهم في نقول احنا على مستوى البلاد على مستوى طرابلس كانوا كلهم ناس معروفة وناس وطنيين وبالفعل يعني كانوا مربيين قبل كل شيء للأمانة يعني فاهم يعني تو في قلبه مصباح يقولوا مثلا يعني تو لما نشوف شخصية على المثال شخصية القلالي وحسن الأمير يعني الله يبارك ما شاء الله عليهم ذاك الوقت كيف كان الاختيار بيناتهم كرئيس؟ يعني ما فيش أنا أقول لك على حاجة وهذا الجميل وفي أمثلة كثيرة صارت يعني مرات عديدة مثلا انتخبوا نقولوا احنا محمود القلالي كرئيس نادي كان في الاجتماع لما يختاروه كل شيء يتنازل عليها وفي فعلا صارت يعني مرة تنازل عليها في 58 تنازل عليها للأستاذ جميل الصياح الله يرحمه ولا هو رئيس النادي وما قعدش هذاك قعد شهور كبير بعدين جاء تبعته للخارج مشي يعني عمي سالم قدح الله يرحمه حتى هو في فترة من الفترات كم مرة نتجمع مع بعضهم وبما فيهم محمود القلالي رحمه كان قاعد معهم ويختاروا في
عمي سالم مقدح، هو عمك سالم مقدح يتنازل عليها صراحه يتنازل عليها لشخص اخر. اللي عصرناهم احنا صراحه كانوا اشخاص صراحه ما شاء الله عليهم صراحه، ناس تربويه، ناس محترمه الحق، زي سالم مقدح، زي حسن الامير، زي حمود، احنا يعني عصرناهم شويه صراحه، لحقنا عليهم وجو تبعوا فينا ونسمع منهم في كلام طيب صراحه. كان مشجع لنا احنا دائما، خاصه التصفيات الافريقيه اللي شاركنا فيها لاول مره وصلنا النهائي، كانوا معنا صراحه سند لينا حق يعني. اي طبعا عشان الناس كما قلت انت مصباح، ناس عندها مسؤوليه احنا نقولوا فيها. احنا وصلنا ل 58. اي يعني وصلنا تقول انت خشينا للمرحله اللي تقول انت اللي تعتبر هذه 58. قلت يعني خلال الفتره هذه ما ناخذوها تو في هلبة، يعني ممكن حتى انت يخطر عليك تقول لي والله كيف السيد حمود القلالي مثلا، هل شرط كان اساسي انه هو يجيب فريق الطليعه وانه يصبح رئيس نادي مثلا؟ ما هو لما جاب التومتكيين، لما جاب هو يعتبر منقذ لنادي الاهلي. لا ايوه ما كانش عنده هو الهدف هذا. يعني ما كانش، ما اشترطش ان مش بشرط. بالعكس هم يعني ما بيش نقول لك انه باش رضيه انه يولي رئيس نادي، ما رضاش البدايات. يعني مسؤوليه ما رضاش بها من في ناس قبله، في الاستاذ حسن الامير، في يوسف عبد الله الراجل اللي بكره نسيناه وما ذكرناش حتى في التاسيس، وذكرناه ثانيه اللي ليه كان دور كبير وتونجوه. يعني في ناس مصفر قاعي، كانوا في ناس قبله وهم اللي اسسوا النادي الاهلي. بالعكس كان قال لهم حتى اي واحد منكم يعني شد وانا معاه عضو والله في الاداره، لكن هم اصروا انه يكون حموده رئيس النادي. هذه الامانه وللتاريخ يعني. كم سنه قعد حمود قال لي رئيس نادي في الفتره دي؟ والله حمود على فترات يعني، نقول لك لو بناخذوه بالواحد يعتبر هو الرئيس التاريخي للنادي الاهلي، لان نقول لك حوالي 18 سنه معنا على فترات يعني، قعد سنوات طويله انه هو رئيس. مش متتاليه يعني رئيس النادي. انتخبوا فيه كم مره يعني؟ مش متتاليه قعد؟ لا في سنوات ما شاء الله متتاليه، سنوات كبيره متتاليه يعني. فترات اللي انت تقول انا نقول احنا ما بعد الرجل هذا، احنا نتصور هو من 54 وقريب ل 78 يعني، في سنه ولا 2 3 ولا 4 سنوات. عمي سالم مقدح، الاستاذ علي غويل الله يرحمه شد فتره، لكن هو بعد اكثر حتى السنوات هذوك اللي شد فيها هو رجع مره ثانيه وشد، وكان معاهم في الاداره يعني. ما غابش عليها، كان مساند عليها حتى يختاروه، كان مساند لهم. ايه يعني كان دائما معاهم في الاداره، عضو يقبل انه يولي عضو في الاداره يعني لله والناس يعني. الدوري الليبي بالضبط يعني، السنه اللي بدا فيها الدوري الليبي يعني، نجوا احنا قبل المصباح في حدث مهم جدا ما بين 58 نقولوا 59. شوف يعني نقول لك قداش الناس كانت تفكر، وكانت كما قلنا بكري حريصه ان هي كل الرياضه تنهض في ليبيا. السيد يوسف عبد الله الراجل هو كان مشهور بيوسف الفزاني يعني. الراجل هذا اطلق فكره تكوين او انشاء اللجنه الاولمبيه، وهذا موجود في محاضر اجتماعات نادي الاهلي يعني، باش ما يقولوش يا جماعه منين الكلام هذا جبتوه. وحتى هو شار ليه في الصحف، وايضا موجود في محاضر اجتماعات النادي الاهلي. علاش قلنا لك بكري ان من الناحيه اللي نعتبر التاريخ الاداري والمحاضر والدنيا دي انضم فيها تاريخ النادي الاهلي، لانها ما توثقتش يعني. طلعت عنده فكره بهو انشاء اللجنه الاولمبيه، وبالفعل صار اجتماع للجنه الاداريه ولا الهيئه بتاع النادي الاهلي، وان عرض هذه الفكره على مجلس الاداره، ووفق المعايير ووفق يعني كل الاشياء اللي هي تترتب عليها مقررينها. وافقت الهيئه الاداريه، وتم تقديم دعوه للنوادي اللي موجوده في ذلك الوقت في طرابلس لعقد اجتماع من اجل اطلاق هذه الفكره بتاسيس اللجنه الاولمبيه الوطنيه نقول احنا الليبيه. وبالفعل تم عقد اجتماع في النادي الاهلي حضرتها ايام سنه 58 59 يعني تقريبا هيك 59. وصار الاجتماع هذا والنوادي فعلا وافقوا. مش هيك يا مصباح يعني، داروا حتى النواه نقولوا احنا، لان باش تبدا انت تدير لجنه اولمبيه لابد تدير عندك على الاقل 5 اتحادات 4 6 اتحادات. وفعلا داروا حتى الاتحادات نقولوا احنا نقولوا داروا
القدم، الدراجات، الملاكمه اللي هي كانت موجوده وكان وداروا حتى الاسماء اللي مرشحينهم اقترحوهم وداروهم في هذيك الاسماء وجهزوهم. والحمد لله يعني فكره طلعت من هذاك الوقت. يعني الحمد لله في 62 تم تاسيس اللجنه الاولمبيه. لكن شوف قديش الناس كانت تفكر تفكير كانت في 59 تاسيس 62 اي تفكير يعني كانت. بعدين الناس الثانيه لعبت دور كبير في تاسيس اللجنه الاولمبيه، جاءت قصه اخرى. لكن بالنسبه شوف نادي الاهلي وادارته كيف كانوا يفكروا، كان له دور في الرياضه، كانوا يفكروا في ابعد هدفهم كان سامي من اجل الرياضه. وكانوا الانديه كلها كانت شاركت في البرنامج هذا لان كانت انديه اخوه واصدقاء. طبعا كانوا يفكروا، كانوا يقولوا يحبوا التنافس الشريف الرياضه كانت عندهم نقول احنا مبادئ وقيم، وهذه معروفه يعني. كانت خاصه كانت هوايه يعني، كانت الرياضه حب وعشق يعني. ما هيش طورت الحياه واصبحت الان هي احتراف واسع. لكن في ذلك الوقت كانت يعني النوادي نقول احنا في كره القدم 90 دقيقه والباقي لا ما تنتهي كل شيء، وتنافس كان كبير كان بين الانديه. لكن كانت قمه من الامانه اللي كانوا في كل الانديه. يعني لما تشوف انت الانديه ناخذوها على مستوى ليبيا كلها، راه مش غنقول احنا في طرابلس فقط. كانت قمه من الناس اللي هي في الادارات كانت ما شاء الله. يعني انت ما تقدرش توقف دائما. يعني معليش يعني نقول لك نجيب لك مثل زمان. يعني الاستاذ علي خويلة لما كان حتى رئيس النادي واحنا لحقنا فتره وهو مش رئيس نادي. تعرف وقت يقولوا لك يبيك علي خويلة يا الله يرحمه، هو مش رئيس نادي، حتى النوم ما يجيكش. هو مش رئيس نادي حتى النوم ما يجيكش. والله قسما بالله انا نشدني انا واحد من الناس، رغم ان انا رجل هذا نحبه وكان حتى هو الامانه يعني. لكن كان لما يقول لك يبيك، كان فتره مسكر الجوازات، لما يقولوا لك يبيك راهو الفندي عليه ما تقعد تخمم. والله العظيم كنت لما نمشي ونخش الواحده ونلقى مدير مكتبه، تعرف المصباح نقول له ما تعرفش على شيء بيني معناه يعرف راهو مدير المكتب احيانا ما يقول لك والله ما نعرفش انا. كان خشيته وقال لك قعمس معناها الامور طيبه. يعني كان قعدت واقف معناها الشخصيه لازم انت معناها كانت الشخصيه لازم كانت الشخصيه والهيبه تلعب دور كبير. الهيبه نقول لك يعني الهيبه بالفعل يعني كلهم كانت عندهم يعني كلهم عندهم الهيبه احسن لهم كلهم عندهم الهيبه الامانه يعني هيبه يعني نقول لك يعني. وفي اللي عاشروا دولة السادة سلمين كسبوا الهيبه وكسبوا الشخصيه والهيبه. الشخصيه طبعا هيبه نادي الاهلي كانت تتمثل في الرجال هذول يعني الفترة اللي وصلنا نقول انت الحديث هو طول يا زلمه. والله العظيم كنت تبي تحكي وصلنا معك ل 60 هذا باختصار احنا ناخذه يا اخي. طبعا احنا نقول فلاشات مش لان بناخذ التاريخ كله وبعدين نخش في الالعاب الاخرى كل شيء معناها نقعد تقعد معناها مش حلقات. يعني مستفيد منك في المعلومات. انا هذه معلومات كنت ما نعرفهاش، انا بروحي ما نعرفهاش كنت صراحه لان ما لحقناش عليها وما فيش هذاك الاعلام اللي سلط الضوء عليها وما فيش ناس يعطوك الحقيقه. كانت والله خليني نقول لك هو الاشياء هذه اجتهاد يعني. انا ما بيش نقول هوايه، هي انك انت تجتهد، وخاصه انت كيان لعبت فيه وما تعرفش عليه تاريخه وما تعرفش عليه شنو يعني. خاصه في وقتنا احنا الهوايه مش زي تو ممكن احتراف تلعب عامين ثلاثه وتمشي نادي ثاني. وهذا الان اصبح هذه الحياه الان اللي هي مهنه وسائده يعني ما يقدرش واحد يقول فيها شيء. لكن انت تلعب في كيان لازم انك انت تعرف عليه كل شيء وتتبع يعني كل شيء. وخاصه في اشياء انك انت تبحث عليها، اشياء اللي زي ما تكلمنا عليها. هذه علاش انقالت، هذه علاش قالت، هذه هل حق، هل هذه كذب، فهمت كيف؟ لان انت توصل على الاقل الحقيقه. ويجب لي هي اللي يعرفوه الناس انك انت تطلع وتقول والنادي كان أسرة الرياضي أو الإداري الكبيرة اللي كانت قبل في الأندية صراحة. يعني كان في كبير، كان في قدر، طبعا كان في كبير، طبعا في احترام وحل مشاكل ونفس الشيء في جانب التأديبي هلبة صراحة. أكيد طبعا. هذه ما غير ما أنت تتكلم عليها كان كل شيء معناه ما فيش. ولهذا نقول لك يعني نرجع أيضا فترة مهمة حتى في موقف يعني يقول لك قداش تو يقولوا قداش الوطنيين في فترة عندي الأهلي في الخمسينات خاصة في فريق من إيطاليا جاي بيلعب مع منتخب طرابلس. طبعا في عناصر من النادي الأهلي اختاروهم من منتخب طرابلس. إدارة النادي رفضت أن يشاركوا الرياضيين هذو مع منتخب طرابلس. كنت تقول لي أنت شنو السبب؟ الأسباب طبعا الأسباب مصباح أن الإدارة رأت أن منتخب طرابلس فيه لعيبة إيطاليين.
قالوا لا، قالوا ينشار كنا كلهم وطنيين منتخب طرابلس. يعني النادي الاهلي ما نلعبوش يلعبش مع الايطاليين يمثلوا منتخب طرابلس الوطنيه. وعلى فكره نقول لك يا مصباح، يعني لما بتجي التاريخ راهو حتى كرة القدم الليبية يعني فرق كبيرة كانوا يعني يجوا يلعبوا في طرابلس والميدان البلدي هذا، يقول لك شاهد الحروب الهائلات يعني ما شاء الله، مباريات لا تعد ولا يعني تحصى. اللي أسسوا الرياضة في ليبيا والرياضيين صراحة يعطوا مناضلين طبعا، خاصة في ذلك الوقت ولو استمروا جيل ورا جيل راهو ليبيا خشت لكأس العالم وخذت بطولة أفريقيا. لو استمر العقلية متاع الأجيال القديمة صراحة طبعا، يعني العقلية متاعهم تو نجوها مصلحة هذه وانت العقلية متاعهم لو استمر جيل ورا جيل تسلم الراية راهو ليبيا في أيضا في 57 إن نرجعوا راهو كانت الأندية كلها أندية رياضية فقط. يعني الرخص اللي نعطت لهم من أجل الرياضة كلها رياضة. لا مو هنا أيضا الاستعمار، سواء نقولوا احنا حتى الفرق اللي كانت الإيطالية يعني. ولا العهد الإدارة البريطانية كلهم كانوا يخافوا من السياسة والفهمين التجمعات الشباب. في 57 لأول مرة ممكن على مستوى ليبيا والله تم إعادة إشهار الأندية وأعطاهم الرخصة على سن أنها النادي رياضي ثقافي. لأول مرة في 57 أصبحت الأندية رياضية ثقافية واجتماعية، يعني نادي رياضي ثقافي الاجتماعي. يعني فهمت كيف 57 إعادة إشهار الأندية بالمعنى هذا. يعني لما يكون رياضي ثقافي اجتماعي بيلم النخب بصفة عامة، سواء كان مثقفين طبعا الثقافة كان في ذلك الوقت نقول لها دور كبير طبعا. كان في الأندية الإعلام في الأندية كان لها دور كبير في الأندية وطلعت ما شاء الله يعني. ولكن الآن الثقافة اختفت، يعني لأن المرحلة دي تتطلب أن يكون النادي رياضي ثقافي، لكن المرحلة الآن الحالية يعني صعب أنك أنت، لأن بتنظلم الثقافة، لأن جمهورنا ودنيتنا كلها صعب رياضة الثقافة، هنا ما في مراكز ثقافية تندار، لأن يعني الرياضة تتغلب على الثقافة في الرياضة هي الغالب. لكن ثقافة رياضية هذيك اللي يجب أن تسود الرياضي نفسه والناس اللي تشتغل في النادي ولا شيء يعني. فهمين نخشوا كنا نتكلموا توا بداية الستينات نجوا بداية الستينات وهذا كله بنفسر طويل يا مصباح. دهشتني انت. هاي تبي حلقات احنا حاولنا نختصروا كابتن طبعا. وانت الله يبارك عليك في التواريخ يعني فلاشات، يعني تقول انت 59 و60 خشوا يعني في بداية الستينات. يعني هي يعني احداث حتى هي انت تحسها مهمه بالنسبه لي، لان كان فريق كره القدم هو اللي يمثل كل شيء بالنسبه لانديتنا. في 60 61 يعني في 2 رياضيين طلعوا من النادي الاهلي يعتبروا من الرياضيين الكبار. يعني كان رموز. كان احمد الاحول الله يرحمه كان لاعب الاهلي. يعني نقول لك احمد الاحول لو بقي في نادي الاهلي كان لا احد يضاهيه في تاريخه، يعني خاصه كهداف وكلاعب. يعني هداف، شوف انت المرحله اللي لعب فيها مع الاهلي معناها ما شاء الله، يعني الاهداف بتاعها. والاستاذ محمد الخمسي طبعا في 60 61 انتقلوا للعب مع فريق الاتحاد. شوف ربك ديما نقولوا فيها قداش النادي الاهلي في رجاله اللي موجودين وكل شيء، الى جانب خروج هذول اللاعبين، ويعني نقول احنا يعني مهمين جدا يعني كانوا في فريق الاهلي. لكن انت كنت هداف التاريخي يا علي الاسود، كنت هداف التاريخي في النادي الاهلي الحمد لله. يعني ممكن كان عدى احمد لحول يعني ممكن يكونوا يعني نقول لك لان قبلنا ولعب ما شاء الله يعني فهمت. طلعوا يعني نقول لك اللعيبه هادو جو لعيبه اخرين. يعني بعد الدوره اللي اقيمت في المغرب 60 61 كانت الدوره العربيه الرياضيه الثالثه، الثانيه في 57 في بيروت، الثالثه في المغرب. بعدها على مستوى المنتخبات منتخبات عربيه. الدوره العربيه كانت جميع يعني هل بالعاب كانوا فيها يشاركوا فيها. نتصور يعني شو لعيبه، يعني يطلع احمد لحول يطلع خمسي، يجوا لعيبه جي حسن السنوسي الله يرحمه الله يرحمه، لاعب ما شاء الله بتاريخه هداف. جي عبد السلام كشلاف،
يعني واحد من الناس عبد السلام كشلاف يعني غير الإصابة في فترة من الفترات عرض عليه حتى اللاعب مدرب إنجليزي بيعرف عليه بريطانيا، لكن أصبحت عنده إصابة مزمنة عضلية بسبب جاي محمد الحجاجي جيل جديد أيضا في الأهلي بدأ يطلع مع 63 ولا اللي هو الهاشمي الله يرحمه عبد الله بورقيبة إبراهيم بن لامين، يعني نقول لك مجموعة وهذا ما كانوا من تقول انت صغار النادي يعني يلعبوا نقول احنا في فريق بدايتهم في الاشبال، والاشبال كان اول من درب اول سنه هو اول سنه درب في الاشبال لما سنه في بدايه الستينات يعني نقولوا 61 و60 و61 يعني بدا يقولوا هذا طالع مننا ولد النادي يعني اي بدا يعني نقولوا في تكونت فرق الاشبال والاهلي اول من درب يعني في الاشبال هو مصطفى رقاعي الله يرحمه. الله يرحمه كان هو اللي يدرب، وكان ايضا بعد ما التحق استاذ رمضان كريمه حتى هو الله قاعد ربي يعطيه العمر، هو ربما يطول في عمره ان شاء الله، ان شاء الله يعطيه العمر، هو اللي الان موجود على قيد الحياه. كان هو ايضا درب الفتره ذيك المجموعه هذه الهاشمي والمجموعه دي اللي طلعت وبرزت مع النادي الاهلي ايضا. رقيبي اسمه رقيبي الحقيقي برقيبه، شكون رقيبي؟ رقيبي من رقيبي؟ مصطفى رقاعي اسمه مصطفى رقاعي. مصطفى رقاعي اسمه الحقيقي مش ما اسمهش اسمه مصطفى رقاعي. هل بقولت لك انا كان مسمي لك يعني اسماء علاش الاسماء مش الحقيقيه نتاعهم يعني اشتهروا بها يعني هو اسم الشهرة. هو اسمه الحقيقي مصطفى سويسي يعني كان تقول انت دكتور مصطفى سويسي ما يعرف احد لما تقول مصطفى رقاعي في الكوره كله معروف، فانت كيف فهمت عليك يعني اسم الشهرة في الرياضه. كان يقول لك فوق من 50 60 حتى في الاجيال اللي معك انت والدنيا في القاب مش ليهم صح؟ مش ليهم، ما تعرفش مش تفكر عز الدين العلوي الله يرحمه في تونس، تفكر لما جو سفر اسمه عز الدين الزنبوزي لما سموه في الوحده حتى احنا ما عندناش قلنا لهم عز الدين الزنبوزي يعني اسماء كثيره في نادي الاهلي عرفت بغير اسمها الاولى يعني هذه كانوا يقول فوق من 50 60 اسم لعبوا الكوره مش اسمائهم الصحيحه يعني كان واحد يسميهم بألقاب ايوه يعني مشتهروا بألقاب ما هيش اسمائهم صحيحه، وفي لي اسمه ما هوش مناسب حتى يعني تو كان غير اللقب بس باقي في لي اسمه كله في اسمه صح الاب عرفوه الناس باسم هذاك وهو مش اسمه الصحيح. زي مثال يوسف الزاني. لا يوسف الزاني كان يوسف الشح مثلا هو اسمه الصحيح الله يرحمه يوسف الشح اسمه يوسف الجدي. حارس علي المصراتي الحارس اسمه علي الشح كانت يعني يقولوا هو علي المصراتي اسمه ويقولوا علي الشح يعني فهمت كيف يعني اسماء كثيره جدا اسماء كثيره لعبت وما هيش بالاسم الصحيح نتاعها. مبروك بيت المال مبروك المصراتي كثير قلت لك انت بتسمى يعني نقول لك كان صفحات وانت تسمي للتعيا كل مره تتذكر اسم يعني كثير من الاسماء اللي المرحله اللي بدات كل مرحله بدات مرحله مهمه جدا يعني في تاريخ الرياضه في ليبيا يعني ناخذوها بعد الاستقلال يعني اللي هو في 51 الحمد لله. الستينات بدت في نهضة رياضية بالفعل يعني نقول لك مش غير في كرة القدم في أغلب الألعاب يعني بعد حوالي 10 سنوات من الاستقلال يعني من أصبح في نهضة رياضية. في 62 تكونت اللجنة الأولمبية تكونت معها اتحادات منها اتحاد كرة القدم في 62 واول قرار ممكن تاخذوه يعني اتحاد الكوره في ليبيا 1962 تاسس يعني مع تاسيس اللجنه الاولمبيه تاسس اتحاد كره القدم. وهذا ربما من اول القرارات اللي اتخذوها ان منعوا الفرق الاجنبيه ما تلعبش في دوري طرابلس. نقول هذاك تو قاعد دوري طرابلس انما ما تلعبش مع دوري طرابلس. وده يعتبر قرار قرار يعني وطني لأن كان نقول لك شوف قرار سيادي وطني صراحة. لأن في فرق خلبة كانت تقول أنت هذا التشيسيتيري قلنا الفريق الإيطالي باهي فريق مالطي كان عندهم فريق الجيش البريطاني كان مش عارف قداش فريق مش عارف لاسالي فريق مش عارف انطونيانا كل يعني كان في فرق أجنبية معنا 6 5 7 فرق كانت هي فرق أجنبية. تم طاع القرار ذاك تم منع ان يشاركوا في الدوري رسمي في الدوري الخاص بالفرق الوطنيه.
صارت عليه شويه تقول انت خاصه من دوري من ايوه من الجاليات هذيك اللي كانت موجوده كان لها تاثير قوي ذلك الوقت. اي لكن اصر اتحاد الكره على انه هو اللي هو ذاك الاتحاد نقول احنا الاتحاد اللي ما هوش نقول احنا اصر على موقفه وقرار انه ما فيش يعني. وهذا قرار سليم بالفعل يعني دوري 62 63 قرار شجاع وسليم. 62 63 ما كانش خلاص يعني. بعض الرياضيين البارزين اللي هم الطليان بعضهم لعبوا مع الفرق الليبيه يعني يلعب اسم لفرق ليبي كفرد يلعب مع الحريه انه يلعب مع لكن كفريق لان في النهايه الكره نقول احنا ما فيهاش عنصري، لكن فرقه اجنبيه ودوري خاص بالدوري الليبي ما لهاش علاقه انه كافراد مع فرق شاركوا. كان فرق افراد انهم شاركوا يعني وكان بعض الرياضيين هذا شيء طبيعي جدا يعني. وكان الرياضيين بارزين. الان نخش بمرحله جديده الدوري الليبي اول الدوري الليبي اللي هو في 63 64 تم طبعا. كانت في محافظات يلعبوا على مستوى الولايات وعلى مستوى المحافظات. طرابلس كل محافظه بروحها طرابلس بنغازي سبها. ولاول مره تم تنظيم ان هي البطوله تكون على النسخه الاولى على مستوى ليبيا. كم سنه؟ 63 64 طلع فريق اهلي طرابلس من عناية الاهلي. وذاك الوقت طبعا للتسميه ما بين الاهليين يقولوا الاهلي طرابلس والاهلي بنغازي. ولان نقول لك علاش يعني هو حتى في التاسيس تلقى الاهلي يعني الاهلي ما فيش اهلي طرابلس ولا اهلي. الصحافه هي اللي الصحافه والاعلام باش يفرقوا بيناتهم يقولوا هذا الاهلي طرابلسي وهذا الاهلي بنغازي. لكن هم ناديين للامانه كانوا الاهلي والاهلي لما وتقريبا لم تخني الذاكره طبعا فريق الهلال من سبها تقريبا هو اللي كان. طبعا الفريق الهلال اعتذر عن ان يلعب النهايات. تم قرار ان مباراتين يلعبوا في بنغازي في طرابلس. شكون المباراة اللي لعبوا طرابلس وبنغازي؟ الاهلي والاهلي. المباراة الأولى كانت في بنغازي فاز بها اهلي طرابلس نقول احنا الاهلي بهدف مقابل لا شيء. سجل اللاعب الانجليزي وكنز وكان لعيب كبير معناها. المباراة الثانية نفس الشيء أقيمت في طرابلس ملعب البلدي وفاز بها نفس النتيجة ب1-0 ونفس اللي سجل الهدف في المباراة اللي كانت في بنغازي سجل الهدف اللي في طرابلس. وبذلك الأهلي بدت معاه مسألة الأولويات. يعني أول من فاز ببطولة على مستوى ليبيا ومعها ارتبط بالرقم 1 يعني أغلب المناسبات اللي هي في كرة القدم كان السباق. كان الأهلي الأولويات اللي هو الأولى. بدت معاه من البطولة هذه من 63 بدت معاه أول بطولة قصة البطولات. للأمانة فترة الستينات يا ما أيضا تميز الجيل هذا بالذات ان كثير منهم لعبوا لمنتخب ليبيا. يعني اسماء اسماء كبيره كثيره من الاهلي. يعني كان يقول لك الستينات ما نقدرش نسمي لك الاسماء ككل، لكن ما شاء الله يعني اسماء كثيره لعبت لمنتخب ليبيا وشاركوا في الدوره العربيه الرابعه اللي في. هذه انت طبعا حضرها، انت حضرتك هذه أنا صغير يعني أنا متى شاركت أنت مع بتاع 14 سنة تقول أنت شاركت مع المنتخب يعني نقول لك لعبت رسمي 70 لعبت رسمي يعني. لكن أنا صغير في ذاك الوقت. لكن أغلب يعني رياضيين بالحق متميزين. يعني يكفي أن في 64 في 65 قامت الدورة العربية الرابعة في مصر في القاهرة. لعيبه زي علي البسكي كان في الاهلي ياخذ فيها الهداف. في 66 ايضا لعب في كاس العرب واخذ فيها الهداف. علي البسكي وقت لعب الاهلي كان هو هداف الدوره العربيه. وللامانه يعني تصدق لما في لعيبه في ال 66 في العراق قام في 64 او 65 كانت في القاهره بطوله عربيه وديك كاس العرب. طبعا كاس العرب الاولى تقريبا كانت في بيروت، والثانيه كانت في الكويت، والثالثه تقريبا في العراق.
خذ فيها الهداف يعني، الهداف التاريخي، تصور الهداف البطوله. وايضا كان تشوف ذكرتها العيم يعني لما اختاروا المنتخب، تقول انت الصحافه والنقاد اختاروا منتخب العرب، كان ديما في لعيبه من المنتخب الليبي ورسميين يلعبوا في المنتخب، ويقول لك هذا ما يمشي حتى بديل، يعني ديما ياخذوا اوقات يعني اوقات ياخذوا في لعيب وياخذوا عليه البديل، يقول لك هذا ما فيش ينافس حد في المركز نتاعه، يعني يقول لك هذا يعني ما فيش هو بس يعني يلعب، ما فيش يعني حد ما تقولش نجيب حد ثاني. ماضينا كان افضل في الستينات احنا من توا يعني في الاختيارات في المنتخب. والله لا مصباح ما في كل فتره انا ديما نقول فيها ما فيش مقارنه يا مصباح، مقارنه تبدا ظالمه، كل جيل كان ليه ظروفه وليه عاداته وليه تقاليده وليه لعبه يعني يختلف. انا نقول ما فيش مقارنه. كان في نهضه على هبه الليبيين في الوطن العربي، على هبه الليبيين كان في الستينات في الستينات في نهضه رياضيه حقيقيه، يعني لما تجي انت تشوف منتخب بده يشارك في الدورات العربيه، تشوف الفرق يا مصباح اللي جت اللي تلعب في طرابلس وفي بنغازي وفي يعني فرق اجنبيه مسميه وكانت تلعب منتخبات. كانت في دوره اسمها دوره المعرض طرابلس، يعني كان يقول لك الدوره هذه طقت، يعني تقول انت قريب توري كانه اولمبياد صغير، يعني تصور في القدم والسله والملاكمه والعاب القوة، يعني كان يقول لك الاهتمام كبير خدت يعني، وفرق من روسيا من يوغوسلافيا مش عارف سابقا، فرق المنتخبات العربية العراق المغرب الجزائر تونس كلها كانت تجي تشارك. السودان اوقات كان يجيب منتخبين يا اخي يلعب، العراق كلهم شاركوا في بطولة المعرض هذه، كانت انا ما شاء الله نقدر نقول لك اهتمام كان كبير. يكفي نقول لك يا مصباح كان في شيء يعني احنا من الحديث يجب ان يكون كله على نادي الاهلي، لكن هذه فلاشات لازم لكن الاهلي جزء من المنتخب، الاهلي جزء من الدوله، ايوه ولازم نشوفوها. يعني كان يكفي انها في يوم اسمه يوم المنتخبات، يوم خاص كان يوم وطني، كان هذه فما سنه هذه يعني سنوات يعني بدأ في الستينات كل الستينات. وطبعا كانت في نهضه رياضيه ان انشاء المدينه الرياضيه في طرابلس وفي بنغازي ما هيش حاجه سهله، يعني ضغطوا في دول ما عندهاش من بش المشاهدين يعني يضيعوا حق نادي الاهلي. اي حق نادي الاهلي. نبي نربط معاك كانت هو السنوات هي اللي فيها المنتخبات وفيها المعارض، اما السنوات بالضبط مثلا نقول دوره المعرض مثلا بدت في 62 معناتها بدت واستمرت لغايه نقول لك اللي يعني احنا المنتخبات في فتره لعبنا كانديه، لعبونا كانديه في دوره لاول مره تقام دوره المعرض تقريبا 74 حاجه 70 ايوه، صارت دوره المعرض للانديه شاركنا احنا فيها فلوريانا المالطي ونادي المرسى التونسي. وزي العاده هي اول دوره هذه في السبعينات، هذه في السبعينات 74 منتصف السبعينات، وكما قلت لك الاولويات دي من الاهلي فزنا بها يعني طبعا اول بطوله اخذها نادي الاهلي على مستوى ليبيا اللي هي في الستينات. تواني عندي فقط استدعاء تحياتي. بارك الله فيك، وصراحه كفيت ووفيت مع الكابتن علي الاسود الماضي اللي فات. تحياتي لكم.